القاهرة والكابتن من الإسماعيلية، وتقابلنا في القاهرة. وسنة 69 الحمد لله تزوجنا، وفي سنة 70 أنجبت تامر. 72 عبير، عندي تامر مدير مالي، وعبير مدير حاسبات. وعندنا الحمد لله 5 أحفاد. كنت بساعده برضو لو كان مثلا عايز يقول تدريبة معينة، ممكن لما يكون مثلا عايز يعمل تدريب ورسم معين كنت أقعد أرسم الرسم. طبعا كنت بخاف عليه، يعني مرة كان في ماتش في المحلة ووقع وأخد 4 غرز. طبعا بيبقى مواقف بتبقى صعبة جدا طبعا إن الواحد بيتفرج. بس طبعا النهاردة ولادي بيفتخروا وأحفادي بيفتخروا بيه. والنهاردة امبارح في الاستفتاء ساعة ما دخل اللجنة كلها قامت، العربي مكتسح الملعب والكل سلم عليه. يعني حاجة الواحد فخور بيه طبعا، وولاده فخورين بيه جدا يعني. وربنا يديله الصحة. يعني أنا كل اللي بتمناه من ربنا والله، ولا مال ولا أي حاجة أكتر من إنه طول ما هو صحته كويسة إحنا الحمد لله بخير. والله ما شاء الله عليه، يعني على طول سؤال وعلى طول نشوف بعض وعلى طول مهتم. وبعدين هو ولد الولد فعلا بقى، يعني يوسف ده حاجه فظيعه وفجر. لا ما شاء الله، يعني جد حنين وكل حاجه جميل. رب يبارك لي في عمرك ويخليك ليا وما يحميش منك ابدا. يعني هو قدوه طبعا، قدوه، والناس بتسلم عليه وهو ماشي في الشارع، ناس كتيره يعني وكده. قول لي بقى بيجيب لك ايه في الاعياد؟ في عيد ميلادك بيحتفل بعيد ميلادك؟ بيحتفل طبعا، بيجيب هديه وكلام كتير كده من ده. طب وانت ماشي في الشارع بقى الناس بتقول له ايه بقى؟ بتسلم عليه، وناس كتير بتسلم عليه بقى وعارفينه يعني وكده. طبعا. نفسك تكون لعيب كوره في النادي الاسماعيلي؟ طبعا. طب تقول له ايه بقى هو قاعد معانا على الهوا دلوقتي؟ كلمه كده من عبد الرحمن لجده. ان انا بحبه جدا جدا يعني، وربنا يديله الصحه وكده. جده بطل وكلنا بنقتدي بيه، وهو كان ليه فترة في حياته كان مشهور فيها، وانا بقرا عن جده كتير وبسمع عنه كتير، واتمنى يكون هو قدوة رياضية لكل الشباب الرياضيين الموجودين في الساحة دلوقتي. جده مشهور جدا في وقته، والاغنية المشهورة جدا بتاعت ثلاثي ادوار المسرح اللي هو العربي مكتسح الملعب. انا بحب اسمعها جدا، وبحب الناس وهي بتسلم على جده، وبحب ان هما بيديروا قيمته حتى بعد ما اعتزل وكده يعني. دلوقتي اللعيبه كلها نزلت الملعب. ايوه نادي الاسماعيلي ونادي الزمالك. العربي مكتسح الملعب. امال ايه؟ بيشوط ويروح يطلب سحله، بيشوط ويروح يطلب سحله وخطفها امام ونور رأفت طارت يا سلام على راس عفت. بحب جدا عشان بيعرف يلعب كده كويس. بس عشان بقى يلعب بس؟ لا، بيجيب لك لعب ويفسحك. طيب بتحبيك عشان كل حاجه. طب كلمه تانية بقى جده كده هو أمور. يوسف جده بيمثلك في حياتك؟ مش عارف. لا بتحب جده قد ايه؟ قد الدنيا كلها. يعني بتبقى ماشي مع جده في الشارع، اصحابك بيقولوا لك ايه، او بتشوف الناس بيستقبلوا جده ازاي؟ مين لو مش بيمشي معايا اصلا؟ والله انت صريح قوي. طب اكذب، طب احنا على الهوا. هو كل واحد ليه اصحابه، اصحاب جده غير صحابه هو. كلمه بقى لجده كده هو قاعد على الهوا. اقول له ايه يعني؟ يا ربنا يخليك يا جده. ربنا يخليك يا كده. هو بطل وهو قدوة، وكل الناس بتفتخر بيه وتسلم عليه لما بيكون ماشي. قول لي بقى في اصحابك هما بيحبوه وبيقعدوا بقى يتكلموا عليه، وانا بحكي لهم حاجات. في النادي الاسماعيلي. اكيد طبعا حب الاسماعيلي عن جده. طب وتيتا كمان بتمثلك ايه عشان تتعلم؟ برضه نفس الموضوع. طيب كلمه بقى تقول لجده كده وهو قاعد على الهوا. ربنا يديله الصحة، انا بحبه جدا، وايه كمان؟ ويا رب كل الشباب تبقى زيه.